يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. القشطوطة أو كيكة الحليب، كيكة غرقانة في الحليب، عليها طبقة كريم شانتيه وطبقة كراميل. طعمها تحفة، من أحلى الكيكات اللي ممكن تقدميها لأسرتك. وأنا داليا. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. ما تقارنيش بينها وبين الجاهز خالص، لان هي مخدومه كويس جدا. كيكه تخينه مقلبظه وهشه وغرقانه في الحليب، يعني طريه طراوه غير طبيعيه، وطبقه كريم شانتيه محترمه. ولتجهيز الكيكة بحتاج 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. بكسر كل بيضة في طبق خارجي وبعدين أضيفها على باقي البيض، والحمد لله إني بكسر البيضة في طبق خارجي. البيضة الرابعة طلعت بايظة، كانت هتبوظ لي ال3 اللي قبليها. طبعا رميت البيضة وغسلت الطبق كويس جدا وكسرت بيضة جديدة، وهضيف عليهم كيس فانيليا، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، ورشة ملح بما يعادل ربع معلقة صغيرة من الملح الأبيض. وباستخدام المضرب الكهربائي وعلى سرعة متوسطة هبدأ أخفق البيض كويس جدا. عندي كوباية كاملة من السكر العادي، مش سكر بودرة، لا سكر عادي. هسند كوباية السكر على البولة بتاعة البيض وانزل بالسكر بالتدريج. وانا بضرب بالمضرب الكهربائي شوية هتلاقي الخليط بدأ يتقل، لونه بيفتح، قوامه متماسك. وهضرب الخليط بالمضرب الكهربائي مدة ما تقلش عن 8 دقايق. ممكن في النص أريح المضرب الكهربائي شوية عشان ما يسخنش مني. وبرضو بنزل بالسكر بالتدريج شوية بشوية. الحركة دي بتديكي نتيجة ممتازة. وهستمر في الخفق بالمضرب الكهربائي لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح، قوامه متماسك وتقيل، حجمه هيتضاعف. ده اللي خلاني أنقله لبولة أكبر، وبنزل عليه بكوباية من اللبن بالتدريج مع الاستمرار في الضرب بالمضرب الكهربائي. وبالتدريج هضيف للخليط نص كوباية من زيت الطعام، يكون نوع زيت كويس ملوش ريحة. وفي بولة تانية هبدأ أعاير المواد الجافة. عندي هنا كوبايتين من دقيق متعدد الاستخدامات، هضيف له كيس كامل من البيكنج باودر، وأقلب المكونات الجافة كويس جدا مع بعض. وهنبدأ ننخل الدقيق والبيكنج باودر فوق الخليط اللي جهزناه. ونخل الدقيق هنا بيساعدنا ان احنا نتخلص من اي تكتلات موجودة في الدقيق والبيكنج باودر. وعلشان نحافظ على الهواء اللي جوه البيض هنستخدم المضرب اليدوي وبطريقة خفيفة وعلى البطيء. وهننزل بالدقيق المنخول على الخليط على مراحل بالتدريج، مش مرة واحدة ننزل بالدقيق لحد ما الدقيق يختفي تماما. أرجع أضيف كمية تانية من الدقيق المنخول، وهقلب في اتجاه واحد وبالراحة خالص وبهدوء عشان أحافظ على الهواء اللي جوه البيض. واستمر في التقليب بالمضرب اليدوي لحد ما اخلص كل كمية الدقيق، ويبقى عندي خليط متجانس ناعم جدا. ومقاس الصينية اللي هتسوي فيها الكيك بيكون مناسب لذوقك في أكل القشطوطة، على حسب بتحبي كيكة مقلبظة وعالية ولا رفيعة زي القشطوطة اللي بنشتريها جاهزة. يعني نفس كمية الخليط دي ممكن تحطيها في صينية أوسع من كده، تديكي حجم طبقة الكيك بتاعت القشطوطة الجاهزة بالظبط. ولأننا بنحب كيكة القشطوطة تكون متختخة شوية ومقلبظة، اخترت صينية مقاس 28، دهنتها بالزبدة كويس جدا. طلعت بالزبدة على الجوانب من فوق، وبدرتها بالدقيق كويس قوي عشان الكيكة ما تلزقش فيها خالص. بعد ما بطنت الصينية كويس جدا بالزبدة والدقيق بنزل بخليط الكيك في الصينية. أهم حاجة خليط الكيك ما يعديش نص الصينية، لأني لسه هي هترتفع مني في الفرن. بخبط الصينية خبطتين 3 عشان أطلع الهواء الزيادة. بسخن الفرن كويس وبشغله من تحت بس، في الرف الأوسط على درجة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة. وبعد نص ساعة بطلعها من الفرن وأعمل لها اختبار التسوية. بحط في قلبها عصاية شيش طاووق، لو طلعت نظيفة ما فيهاش أي أجزاء من العجينة يبقى كده تسوية الكيكة ممتازة. وبعد ما بطلعها من الفرن بسيبها تهدى شوية وأقلبها على صينية أو سيرفيس كبير.
ولاني بطنت الصينيه كويس جدا مفيش دقيقتين 3 والكيكه بتفصل عن الصينيه لوحدها، وبالراحه خالص هرجعها تاني الصينيه، بس هقلبها، هخلي وشها اللي كان تحت يبقى هو اللي من فوق. واهم حاجه اريحها كويس في الصينيه، وبعصايه شيش طاووق هبدا اعمل فتحات في الكيكه عشان لما اجي اسقيها باللبن تتشرب اللبن كويس جدا. هعمل فتحات كتير قوي على قد ما تقدري في سطح الكيكه عشان تشرب لبن، لان هي اصلا الكيكه دي لازم تكون غرقانه في اللبن. وما يغركيش ان الكيكه حجمها صغير بس مقلبظه وتخينه، عشان كده هحتاج اسقيها بكيلو من اللبن عليه معلقتين كبار من السكر، هقلبهم كويس جدا عشان ادوب السكر في اللبن، وابدا اني اوزعه على سطح الكيكه، وكل ما تشرب اللبن اديها تاني عشان تبقى هشه جدا وغرقانه في اللبن. يفضل تسقيها بلبن بلدي محتفظ بخيره، لان القشطه اللي فيه هتدي للكيكه دسامه وغناوه وطعم مميز جدا. شايفين قطع القشطه اللي على سطح الكيكه؟ وهنركن الكيكه على جنب تتشرب من اللبن اللي سقيتيها بيه لحد ما اعمل طبقه الكريم شانتيه. ولتجهيز طبقه الكريمه هحتاج كوبايه من بودره الكريم شانتيه الخام غير المحلى، هضيف له معلقتين كبار من السكر، كوبايه من اللبن المثلج حطيته في الفريزر ساعة قبل ما استخدمه لدرجة انه بقى فيه قطع من التلج المجروش. هضرب بالمضرب الكهربائي لحد ما قوام الكريم شانتيه يتقل، حجمه هيزيد وهيبقى متماسك، وبكده طبقة الكريمة عندي جهزت. وهخلي معلقتين كبار من الكريم شانتيه على جنب عشان دول اللي هزين بيهم في الاخر خالص فوق طبقة الكراميل. وابدأ احط الكريم شانتيه على سطح الكيكة من فوق، وبالراحة خالص هبدأ أوزع الكريم شانتيه على سطح الكيكة، وحاول بقدر الإمكان إني أسويه وأخليه كله سمك واحد. وزعت الكريم شانتيه على سطح الكيكة، وبقدر الإمكان حاولت أخليه كله مستوى واحد وسمك واحد. طبعا طبقة من الكريم شانتيه محترمة جدا واضحة وصريحة، وطعمها باين قوي في كيكة القشطوطة، مختلفة خالص عن الكيكة الجاهزة اللي تحسي ان انتي لازم يبقى معاكي ميكروسكوب اصلا عشان تشوفي طبقة الكريم شانتيه اللي محطوطة فيها. بحط الكيكة في التلاجة عشان طبقة الكريم تتماسك. في الوقت ده هبدأ أعمل الكراميل. ولتجهيز طبقة الكراميل هحتاج حلة على نار متوسطة، هنزل فيها بكوباية من السكر العادي، هسيبه أول دقيقتين من غير تقليب خالص لحد ما يتكرمل من على الحروف من بره. وفي الدقيقتين دول هجيب كوباية من اللبن واضيف لها معلقة صغيرة من النشا، هقلبها كويس جدا، سيبها على جنب عشان دي هستخدمها بعد كده. السكر اتكرمل من على الحروف بره، هبدأ أقلب من بره لجوه لحد ما السكر كله يدوب ويبقى مفيش أي تكتلات خالص. ولو حسيتي إن السكر بيدوب بصعوبة هنوطي النار خالص، هنخليها شمعة ونقلب باستمرار عشان السكر ما يتحرقش ولونه يغمق قوي، وفي نفس الوقت لسه فيه تكتلات وما دابش كويس. لما السكر يدوب تماما يبقى مفيش أي تكتلات، هنزل بقالب من الزبدة وابدأ أقلب كويس جدا لحد ما الزبدة تختفي. بمجرد ما الزبدة تختفي هنزل بكوباية اللبن اللي ضفت لها معلقة صغيرة من النشا، وابدأ اقلب كويس جدا. وما تقلقيش هتحسي ان الخليط بقى متماسك جدا متحجر ناشف، لا مفيش قلق خالص، كل ده هيدوب بالتقليب المستمر. لو انت كنتي موطية النار هتعلي النار تاني تخليها نار متوسطة، هيبدأ يفك معاكي تقليب مستمر وبالراحة، وحافظي على ايديكي لان لسعة الكراميل دي بجون. ومع التقليب المستمر على نار متوسطة فك معاكي وهيبدأ ان هو يبقى متجانس مفهوش اي تكتلات. ولو شايفة ان لسه فيه تكتلات بالمضرب اليدوي ضربتين 3 كده هتبصي تلاقي كله فك وبقى خليط متجانس، هتديله تقلبتين وهتسيبيه يغلي مع نفسه كده غلوتين 3 عشان قوامه يتقل. وهسيب الكراميل يبرد عشان لما اجي احطه على طبقة الكريم شانتيه ما يسيحاش. طبعا طول الفترة دي انا حاطة الكيكة بتاعتي في التلاجة، الكريم شانتيه مسك نفسه شد وبقى مناسب اني اضيف له طبقة الكراميل. هبدأ اوزع طبقة الكراميل فوق طبقة الكريم شانتيه، وابدا اني بالراحه خالص اوزعها سواء بقى بمعلقه بسكينه، المهم اني انا اوزعها فوق طبقه الكراميل كده بطريقه هندسيه عشان
مفيش حاجة تبوظ مني. والحمد لله تمت المهمة بنجاح. وزعت الكراميل على الصينية بالفرشة، والحمد لله طلع قمر. بحطه في التلاجة يعني ربع ساعة كده يتماسك ويشد. آخر خطوة، معلقتين الكريم شانتيه اللي أنا احتفظت بيهم في الأول بحطهم في كيس بلاستيك اللي هو كيس من أكياس السندوتشات، وهقص طرف الكيس بالمقص وأبدأ أعمل خطوط بالعرض. وزعت خطوط الكريم شانتيه بالعرض على الصينية كلها. هبدأ بعصاية شيش طاووق أعمل تموجات كده من فوق لتحت، هنزل بيها في الأول كله في اتجاه واحد، وبعدين ألف الصينية وأعمل خطوط في الاتجاه المعاكس. ويا ريت لو يكون جنبك منديل نظيف كل شوية تمسحي حرف عصاية الشيش طاووق عشان التموجات اللي بتعمليها تكون مظبوطة وسليمة. وتمام كده هحط الصينية في التلاجة لمدة ساعتين تتماسك قبل ما أقطعها. ويا ريت لو تحطي السكينة في مية سخنة لمدة 30 ثانية قبل ما تقطعي بيها القشطوطة، هتفرق معاكي جدا، هتديكي قطعة كيكة متماسكة مش مفرولة، طعمها تحفة، سكرها مظبوط، طرية طراوة غير طبيعية، غرقانة في اللبن، هشة جدا. ولو عايزة كيكة القشطوطة سمكها أقل من كده شوية بتوزعي عجينة الكيك في صينية مقاسها أكبر، هيديكي كيكة القشطوطة زي الجاهزة بالظبط، اللي هي بتبقى يعني سمكها أقل من دي شوية، رفيعة شوية كده. بس احنا بصراحة بنحب الكيكة المتختخة الجميلة اللي كل الأطعمة باينة فيها. طبقة الكريم شانتيه محترمة جدا، نكهة الكراميل ممتازة، بصراحة كيكة متكاملة ولا غلطة ولا غلطة. طعمها حلو جدا، هتعجبك وتعجب ولادك. أرخص وأوفر وأجمل وأجمل وأجمل. وحطي مليون خط تحت كلمة أجمل من الجاهزة، كل الأطعمة باينة فيها، الكيكة بتاعتها مخدومة كويس جدا، طبقة الكريم شانتيه واضحة وصريحة وطعمها تحفة، حتى طبقة الكراميل ولا أروع. جربيها تعجبك وتعجب أولادك، وبألف هنا وشفا.